يا صباح الفل والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. أهلا بيكم في قناة ترندات نونا. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك وتعملوا لايك. النهاردة الفيديو بيتكلم عن الصلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام. طبعا يعني كلنا عارفين ايه اللي حصل، ان محمد سلام يعني الموضوع فيه عجالة كده، ان محمد سلام رفض يروح موسم الرياض يعرض مسرحية، وقال انا مش قادر ان انا اروح امثل واضحك واضحك الناس، وانا ما عنديش قدرة ان انا اضحك حد، ما عنديش قدرة ان انا امثل، ما عنديش قدرة ان انا اقعد اشتغل علشان الظروف اللي حصلت في غزة. فهو ما جابش سيرة حد وما اتكلمش على حد، وكل اللي قال انا لو ما روحتش هناك مش هيأثر معايا. بجانب ان طبعا يعني موضوع إن الفلوس اللي كان هياخدها، كان هياخد مبلغ وقدره، يعني في اليوم بس بيقولوا لك يعني ممكن كان يعدي المليون ونص ولا 2 مليون اجره في اليوم واحد، ولكن هو رفض واستغنى وخلاص. بعديها طبعا بيومي طلع وكان راح العرض، ومحمد أنور هو اللي راح بدل محمد سلام، ووقف بيومي قال احنا بننقذ موقف، احنا بنشتغل، احنا بنحب الشغل، احنا ربنا يخليكم لينا، وعيط والكلام ده. وطبعا الناس كلها قامت عليه، وانت ازاي تعمل كده وي والكلام ده. فمحمد سلام خد اكيد الكلام او اللي حصل الكلام بيومي ان الكلام عليه، اللي هو الممثل ما بيبصش لظروف الممثل، مش عارف ايه، انت مش عايز تيجي، او يعني زعل. فالمفروض ان هما الاتنين بيشتغلوا مع بعض في مسلسل الكبير قوي اللي بيجي في رمضان بتاع احمد مكي. فبيقولوا في الكواليس ان الاتنين رافضين ان يبقوا يجتمعوا مع بعض في مشهد واحد، مش عايزين يمثلوا مع بعض خالص، مش عايزين يتلاقوا مع بعض خالص. فطبعا المفروض ان احمد مكي، بيقولوا ان احمد مكي عشان عارف حجم الازمة وحجم الزعل اللي بينهم، فرافض انه يتدخل من البداية خالص انه يصلح بينهم. بس طبعا ده كان رأيه، لكن مغاير لرأي احمد جندي المخرج. احمد جندي المخرج حاول ان هو يصلح بينهم، لان ده مسلسل وارد ان الدكتور ربيع اللي هو بيومي يشوف هجرس، يشوفوا يتعاملوا، يبقى في نفس المشهد، مش لازم يوجه له كلام، وده شغل ما ينفعش. فطبعا حاول الصلح بينهم كتير كتير كتير، الاتنين رافضين، ووجد صعوبة جامدة جدا بينهم هما الاتنين، ان فيهم حد عايز يتصالح من التاني، وكل واحد رافض انه يتصالح مع التاني. فطبعا دوت اكيد هيعوق يعني الشغل شوية في المسلسل الكبير، هيضطروا ان هم لو في مشاهد تجمعهم هيغيروها عشان ما يجتمعوش مع بعض. ما كناش نتمنى ان الموضوع يوصل للطريقة دي او للموقف ده، ان احنا نوصل لمرحلة ان احنا مش عايزين نمثل مع بعض، مش عايزين نقعد مع بعض، مش عايزين نقف مع بعض في مشاهد واحدة. نتمنى ان الدنيا تروق شوية، وده شغل يعني بغض النظر يعني ايه احنا نختلف في القضية، لكن شغلنا ورزقنا اللي المفروض ان يعني انا بيهيألي ان اللي رافض محمد سلام، لان بيومي ممكن يكون بيمشي الامور كلها عشان الشغل والفلوس، وشغله ورزقه دماغه اكبر اكيد من محمد سلام، لكن محمد سلام ممكن يكون واخد الموضوع على اعصابه شوية. اتمنى ان الدنيا تهدى. ما تنسوش اللايك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.